عزيزي المشاهد، عزيزي الرياضي في مصر، أهلا بكم ومرحبا مع لجنة الظلم وليس لجنة التظلمات. لجنة الظلم امبارح بتاريخ 22/2/2023 قامت بتأييد 3 لعيبة مخالفة لنادي الزمالك بكل وقاحة وبكل بجاحة. أيدوهم وأعلنوا ولا أي حد يشغلهم. مين يقدر يشغلهم ومين يقدر يتكلم؟ أي نادي في مصر يقدر يرفع قضية على الناس ديت. اي واحد في اتحاد الكوره يقدر يقدم استقالته زي ما قالوا. انسى، دول كومبارزات في اتحاد الكوره، ما يقدروش يتكلموا ولا يقدروا يواجهوا ولا يقدروا يقول لك ده غلط وده مخالف للوائح والقوانين وده مهدد بايقاف النشاط في مصر. انسى، انسى يا باشا، احنا في عصر مرتضى، احنا في عصر واحد محكوم عليه بشهر وصباحك فل ماشي في الشوارع ولا شغله اي حاجه، صباحك فل. امبارح ابو عمر جابر بيلعب في منتخب الشباب، ماسك منتخب الشباب. ايه مؤهلاته؟ ايه السي في بتاعه؟ هو ابنه صاحب محمد صلاح على رأي ماجد سامي يعني. فالمهم طبعا اتضح لنا من التويته بتاعت المهندس خالد مرتجي ان الراجل دوت رفض يلعب على استاد السلام او في اسكندريه او في بورسعيد او في الاسماعيليه كالعاده، الشباب بيلعب هناك. النتيجه ايه بقى؟ قال لك اصلك الاهلي في استاد القاهره هيلعب في دوري ابطال افريقيا، فاحنا مش عايزين نلعبه في دوري ابطال افريقيا في استاد القاهره، عايزين نضايقه. طب نضايقه ازاي؟ قال لك انا هلعب يا عم المنتخب الوطنيه. يا جدعان وحدوا الله، لا اله الا الله، وقولوا ايه ده؟ في ايه؟ عايز تعارضنا؟ لا يا عم. والنتيجة منتخب الشباب حصالة بعد التعادل مباراة والخسارة في مباراة، ولسه عندنا ماتش السنغال ونهاركو زي الفل. واحنا بقينا في يعني مؤسسة رياضية بجحة بكل بجاحة. لجنة اتكونت اللي هي تخدم نادي الزمالك وبس على حساب اي حد، ومحدش هيقدر يتكلم ولا حد هيقدر يقدم استقالاته في اتحاد الكوره. دول اقالوا بتاع التحكيم، رئيس التحكيم عشان الزمالك يا جدعان. الراجل الناس الزملكاويه لسه طالعه بتقول لك الاهلي نادي الدوله. استروا عليهم يومين ثلاثه تفضحوهم في نص ساعه وتثبتوا لهم العكس بتأييد لعيبه مخالفه. مش اول ولا تاني مره تتعامل مع نادي الزمالك، ما هو نص عين الدوله يا جدعان. والله حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل فيكم، حسب الله ونعم الوكيل.